السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم صينية مكرونة بالبشاميل، حاجة كده تحفة. لو جربتوها إن شاء الله مش هتبطلوا تعملوها. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير واشترك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد مني، وما تنسونوش بتعليقاتكم الجميلة. معايا حلة على النار، هحط فيها كده معلقة زبدة كبيرة أو معلقتين سمنة اللي عندك استخدميه. وبعد كده أول ما تسيح معايا وتسخن كويس قوي هنزل كده ببصلاية كبيرة أو بصلتين وسط مقطعاهم مكعبات صغيرة. أول ما البصل يدبل معايا كده هنزل على طول باللحمة عليه، ده ربع كيلو لحمة مفرومة وهسيبها تتعصج معايا. وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي، مكعب مرق الدجاج وده اختياري. التوابل بقى ملح فلفل اسود، ربع معلقة صغيرة كبابة صيني، ورشة جوز الطيب والبهارات السبع. وهقلبها، واول ما لون اللحمة يتغير معايا تماما على طول هنزل كده بثلاث طماطمات ضربهم في الخلاط واسيبها بقى تتسبك كده وتديني اللون الحلو ده. وبعد كده معايا قرنين فلفل رومي على قرن فلفل حراق، الحراق اختياري ممكن ما تحطوش خالص. وهسيبها بقى كده على نار هادية تكمل التعصيجة بتاعتها. وبعد كده معايا هنا حلة على النار، هحط كده معلقتين زبدة كبار او معلقتين سمنة كبار اللي عندك استخدميه، وهنزل عليهم اول ما يسيحوا كده ب5 معالق دقيق. ايدي لازم تبقى فيها كده في التقليب على طول، هي هتفك معايا بس عشان خاطر الدقيق بيبقى بيشرب السمنة شوية. اول ما تفك معايا كده والدقيق ينفش بالشكل ده وتشوفي شكله بالشكل ده على طول هتنزلي عليه باللبن. ده هنا كده انا معايا كيلو لبن، ولا غليته ولا حاجة، من اللبان للحلة على طول. وفي اثناء ما انا بقلب كده هنزل بالتوابل بتاعتي، 2 مكعب مرق الدجاج، وبعد كده ملح وفلفل اسود. لو حسيت ان هي لسه تقيله معايا شويه هنزل عليها بكوبايه لبن، ما عنديش لبن هنزل بميه عادي زي ما انا ما بعمل كده دلوقتي، وطعمها هيبقى خرافه. طبعا هتعرفي ازاي انها استوت، بصي وانا بقلبها بتتخلع كده من الجنب من الحله وبيبين الحله معايا. انا سلقه المكرونه هنا 3/4 سوا، هنزل بنص البشاميل على كميه المكرونه اللي انا عاملاها دي. يعني انا عامله حوالي كيس وربع كده مكرونه. هنزل بنص كميه المكرونه كده في الصينيه اللي هتخش الفرن، وهنزل عليها باللحمه المفرومه كده. انا ما حطيتش اللحمه كلها عشان قلت اخلي حبه لحمه صغيرين كده استخدمهم في حاجه تانية. هفرد بقى اللحمه على المكرونه كده بالطريقه دي، وهنزل عليها بالجبنه الموتزاريلا كده. عندك جبنه رومي حطي، انا عندي جبنه رومي برضو كنت جايبه الطبق ده كده ب10 جنيه. جبنه رومي مبشوره، وعندي زيتون وزعته على الصينيه برضو. ولو عندك اي حاجه عايزه تحطيها كحشوه حطيها، مش هتفرق خالص وهتديكي طعم جميل. هنا بقى باقي البشاميل كده هنزل بيه من فوق على المكرونه، وبعد كده هحط برضو جبنه موتزاريلا وجبنه رومي، ولا احط بيض بقى ولا احط قشطه ولا احط اي حاجه. هي هتخليها كده تطلع معاكي وشها احمر وجميل، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، والف هنا وشفا. انا هحطها في الفرن، اول ما احس كده ان هي هتصفر من الجناب على طول هطفي الفرن وهشغل الشوايه 5 دقايق بس، هتديني الشكل الجميل ده. على فكرة انا ما بعرفش اكل المكرونة خالص وهي قطعة، يعني انا بحب اكلها وهي لسه خارجة من الفرن كده، بتبقى سايبة وسايحة كده وجوسي وجميلة. يا ريت تقولي لي رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.